صفاء، واحدة من أهم محطاتك هي كأس العالم 1986 مرافقتك كصحفي، لكن دعنا نتكلم ما قبل أثناء التصفيات، كيف كانت تغطيتك وهل كنت مع الفريق أيضا؟ المنتخب طبعا سافر بالبداية للبرازيل في آخر محطاته الاستعدادية. نتكلم ما قبل التأهل، يعني مباريات التصفيات، تعرف تصفيات كلها كانت خارج العراق. نعم. لا قبل بالتصفيات كانت يعني مو دائما مع المنتخب، كانت هناك تسمية من الرابطة اللي يسمونه الصحفي اللي يرافق المنتخب، لكنه في كثير من المباريات أنا كنت موجود، وحقيقة أكو شغلة مهمة لابد أن يعرف بها الجيل الحالي والمستقبل. المنتخب كان يتنقل بطائرة خاصة، هي طائرة حمل مو طائرة نقل، طائرة يسموها اليوشن، كانت البوابة مالتها خلفية، وهذه طائرة خاصة لحمل الدبابات أو السلع أو كذا. هذه كرسوها للمنتخب حتى يتنقل بها من مكان إلى آخر. فاللاعبين هذه بها الطائرة بها مصاطب جانبية يعني، واللاعبين يقعدون على المصاطب هذه، يعني مستحيل أن تسمع صوت الشخص اللي قاعد جنبك بسبب علو صوت المحركات الخاصة بالطائرة. كثير من اللاعبين كانوا ينامون على الأرضية من الطائرة يعني طوال الرحلة، فكانت التنقل بهذه الطائرة متعب جدا يعني متعب، ومع ذلك لم يشكو أحد. كانت المهمة أو الكل كان يعني مخلي بباله انه احنا نريد نوصل الى كأس العالم باي شكل من الاشكال، والحمد لله توفقنا وتمكن المنتخب العراقي من اجتاز كل تلك الصعاب ويصل الى كأس العالم بواحدة من اللقطات الكبيرة التي لا تنسى على مستوى الحدث العالمي. نعم. يا ريت نتحدث عن الوفد الصحفي، انتم اكيد كنتوا في تولوكو في المكسيك، فالوفد الصحفي من كان؟ أو الوفد الصحفي في حينها كان يضم الزميل الراحل شاكر اسماعيل الله يرحمه، والزميل الراحل نصر الله الداودي الله يرحمه، والزميل سقبان الربيعي الله يطول عمره، والزميل وليد طبها ايضا الله يطول عمره، ويوسف جويدة الله يرحمه ايضا كان موجود، اضافه الى المصور هيثم فتح الله. وكان معنا ايضا من التلفزيون كان شخصين، كان فيصل جواد كاظم مخرج هذا في اسبوع في حينها، وثامر جعفر الله يرحمه ايضا كان مصور حامل كاميرا المحموله. يعني هذول كانوا يساعدون الاستاذ مؤيد بدري في يعني في ان يتواصل مع برنامج هذا في اسبوع من هناك من المكسيك. احنا كانت رحلتنا صعبه جدا الى المكسيك في حينها. احنا بقى الوفد الاعلامي متاخر، الوفد العراقي سافر الى المكسيك قبل ما احنا نسافر. احنا بقينا ننتظر كتاب رسمي للسفر، وكان في حينها رئيس اللجنه الاولمبيه بعيد لسبب او لاخر مبتعد عن اللجنه الاولمبيه، والكتابنا متاخر بالتوقيع، الى ان اجى وطلبوا من عندنا ان نسافر اليوم التالي. توجهنا الى المكسيك دون ان يكون لدينا اي فيزا. مع العلم كان تنقل مو دايركت، تروح الى اكثر من مكان. كانت المحطه الاولى الدنمارك، نزلنا بالدنمارك بقينا ليله وثاني يوم طرنا واخذنا الفيزا من المطار، ومن ثم الى امستردام. وبامستردام حتى مشكله عندنا لانه رفضوا صعدوا الطائره، قالوا انتم من اصل 5 جنسيات ممنوع تحلقون بالاجواء الامريكيه، مجرد تحليق بالاجواء الامريكيه ممنوع، فمن حقكم تصعدون بالطائره الا تغيرون الخط. كان يوم جمعه واليوم الثاني السبت واحد عطله رسميه، وما عندنا حل الا ان نشوف السفاره العراقيه في امستردام يحلون لنا المشكله. فبقينا في المطار لمده 3 أيام الى ان جانا احد الموظفين بسفارتنا بامستردام وغيرنا التيكت من الى بنما، ومن بنما طرنا الى مكسيكو. رحله طويله ومتعبه جدا، ووصلنا الى مكسيكو، من ثم اخذنا سياره الى تولوكا، واحنا ايضا ما عندنا حجوزات فندقيه يعني، فكل املنا ان نسكن مع المنتخب العراقي مع الوفد العراقي. وصلنا الى الفندق
ايفرستو المدرب ايفرستو كان رافض ان نكون احنا متواجدين مع المنتخب، عنده وجهة نظر ما يريد احد مع اللاعبين. فكان الموقف صعب جدا، وحتى مشاحنات مع إدارة الوفد في حينها، الى ان بعدين تمكنا من ان نعالج الموضوع باللجوء الى فندق بعيد كان عن المدينه بعض الشيء، وبالتالي كانت هذه واحدة من الصعوبات الكبيرة اللي واجهتنا. المنتخب في حينها كان يخوض آخر مراحل الإعدادية، خاض عدة مباريات تجريبية. المباراة التجريبية الأخيرة اللي لعبناها مع فريق نادي أمريكا المكسيكي، كان ايفرستو يمارس دور الحكم والمدرب في نفس الوقت، يعني لسبب انه حتى يقدر يوقف المباراة في اي لحظة، يوجه اللاعبين على الاخطاء اللي تحدث من المباراة. هذا يعني من السبل اللي كان يلجأ لها ايفرستو. اعتقد هذا شغلة مهمة جدا لازم يعرفوها المدربين الاخرين. مباريات من النوع هذه بها تحدث بأخطاء وتم مقبل على اكو ملاحظات لازم توصلها في حينها للاعب، فهو كان يمارس دور الحكم حتى يقدر يوقف المباراة بأي وقت ويتكلم مع اللاعبين. في تلك المباراة تصيب عدنان درجال، وإصابته كانت صعبة، وبعد ما يقدر يتواجد بكأس العالم. ايفرستو أصر على أن عدنان درجال يرجع إلى بغداد. الاتحاد كان انه موافق انه عدنان يبقى، الكل كانوا انه عدنان يبقى، لانه يعني لاعب اي لاعب يتمنى التواجد بكأس العالم، وهذا حدث شيء بالاصابه ولم يكن محظوظ في هذا الجانب. فرغم كل محاولاتنا ويا ايفرستو رفض بقائه. حد الان اتذكر كيف كانت الدموع تنهتر من عيون عدنان درجال، وكان حزين جدا. ودعناه وصلنا إلى مطار مكسيكو ورجع إلى بغداد، وبعدين جاب مكانه لاعب آخر اللي هو باسم قاسم، تحياتنا له أيضا، حل محله في تشكيلة المنتخب. تعرف المنتخب لما يتواجد في معسكرات فترات طويلة تحدث مشاكل، مشاحنات بين اللاعبين. حتى الكثير من هالمسائل في حينها كانت هناك مشاحنات، ربما وصل بعضها الى يعني الى التضارب الايدي بين قسم اللاعبين، لكنه كانت اكو اداره تستوعب المساله وتقدر تعالج الموضوع في حينها. ما طلع هذا للاعلام ولا طلع الاعلام نهائيا. يعني احنا كنا يعني نعتبر نفسنا حلقات في سلسله واحده، كنا نعتبر انها مهمتنا واحده، ما يريد اي شيء يسيء للمهمه للوفد للمدري ايش كذا. فمن غير معقول ان نتحدث عن سلبيات من هالنوع هذا. هذه نعتبرها امور ممكن ان تحدث مع اي منتخب، وفعلا ممكن ان تحدث مع اي منتخب، مع اي مجموعه من اللاعبين. فما عندنا هذه الرغبه اللي موجوده الان حاليا، اي شيء نحاول ننقله للاخرين مجرد انه نشكل اثاره بالموضوع. لا والله استاذ، 2007 انا كنت صحفي مع الفريق، حتى اتذكر اول ايام في بانكوك قرار جاسم اجى طلب من عندي انه اكتب عنه، انه كان بعض اللاعبين بالتدريب او بالمباراة ما يعطوا باصات. احد اللاعبين كان يعني يتكلم عنه، يعني بالعراق نقول مو زين، يتكلم عنه. نهائيا ما كتبت، ونهائيا ما طلعت من عندنا. كل الوفد الاعلامي كنا موجودين، ما كتبنا اي شيء. اكيد الحريص انه بهالمسائل ما يتناولها بالحدث، ربما يتم تناولها في وقت لاحق، احنا الان نتحدث عنها لكن مو في حينها. في حينها قد تؤثر سلبا على مهمة المنتخب، على اداء اللاعبين. لذلك الحريص على المنتخب وعلى اسم بلده ما يعني يترك الى وقت اخر. فتصوركم كان سليم، امتداد لما سويناه احنا بالمكسيك.